ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، ودايما كده نكون عون وسند لبعض. واتمنى الحاجه اللي انا بقدمها تستفادوا منها ولو بقدر بسيط. واتمنى ان هي الحاجه تعجبكم ان شاء الله. يا امراء، انتوا هي الملوخيه خلاص قربت تشطب، يعني على اخر كده السيزون بتاعها. فطبعا يعني حاولي بقدر الامكان هاتي وخزني، لانها بتبقى في الاوقات دي بتبقى جميله جدا، وبترمي معاكي في الاكل، علشان اول ما بتطلع بتبقى مش حلوه، يعني ما بتديش معاكي، والورقه بتاعتها ما بتبقاش عريضه بالشكل ده، ما بتبقاش حلوه كده. شايفه؟ فحاولي هاتي، وهي كمان رخيصه جدا جدا. بصراحه هي الوحيده اللي يعني ثابته على موقفها، ما زالت رخيصه يعني. فحاولي هاتي على قد ما احتياجات بيتك، هاتي وخزني. ماشي؟ وقطفيها كده، دي كده. بس ديت عشان فيها زهور، الزهور بتاعت الملوخية ذات نفسها، دي كده بتديكي عرق للملوخية. ماشي؟ طبعا الملوخية متنفعش تتغسل قبل ما تتقطف، لازم تتقطف الأول وبعد كده تتغسل. بتغسليها وبتنشفيها، وبعد كده بتخرطيها. أنا بخرطها بإيه بقى؟ بخرطها بالمخرطة، ما بضربهاش لا في كبة ولا في خلاط ولا في حاجة. وهوريكم بنخزنها ازاي مع بعض، وبتقعد من السنة للسنة. وان شاء الله كده هخلص التقطيف دوت واغسلها واوريها لكم ان شاء الله. حبايبي، طبعا الملوخيه نشفناها وبنخرطها دلوقتي بالمخرطه. احلى تخريط اللي هو تخريط المخرطه، سيبك بقى من الكبه وال... والخلاط والكلام ده، ده احلى حاجه اهو. شايفين؟ جميله جدا جدا وبتبقى ناعمه، وما تيجي تعمليها ما تسقطش منك. ده تخريط بقى امهاتنا واجدادنا. يلا هوريكم هنعمل فيها ايه بعد كده. حبايبي، رجعت لكم بعد ما خرطت الملوخيه بالمخرطه زي ما انتم شفتوا. بتبقى المخرطه حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين اهي، جميله. تخليها هشه لما تيجي تعمليها وما تسقطش منك، زي ما انتم شايفين كده. دي اللي احنا لسه مخرطينها. عبيها بقى في اكياس التلاجة. ماشي؟ وديت اللي انا كنت عاملاها برضو مفرزاها، هوريها لكم برضو اهي. دي اللي انا بعملها بتبقى معاكي من السنه للسنه، لا بحطها في شوربه ولا بحطها في ميه ولا بحطها في حاجه خالص، زي ما انتم شايفين. وانا كاتبه على الكيس علشان ما تتوهش في قلب خضره، في قلب سبانخ، في قلب اي حاجه، وتبقى عارفه ان ديت ملوخيه. لان بعد ما بتتخرط والتلج بيجي عليها، يعني صعب ان انت تفرقيها شويه. اهي دي اللي متخرطه، ودي اللي لسه معموله. وادي الكيس اللي ممكن ايه تعبوا فيه وتشيلي على قد الطبخه بتاعتك، زي ما انتم شايفين كده. حبايبي، جربيها بالطريقه دي. وما تيجي تعملي دي اللي انت هتشيليها بقى في التلاجة، بتجيبي الشوربه بتاعتك، سواء شوربه لحمه، فراخ، بط، زي ما انت عايزه. بتغليها والكيس زي ما هو كده، وتقومي سقطاه في قلب الحله، يدوب معاكي، يدوب يدوب، وبعد كده ما يسقطش. تعملي طشه التومه، هتبقى معاكي زي الفل. واتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي وتعجبكم باذن الله، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. واشوفكم على خير حبايب مطبخ عز. مع السلامه حبايبي.